الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات المتابعين لقناتكم على اليوتيوب، قناة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة، وصفحتكم على الفيسبوك صفحة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة. الأخوة الذين لم يشتركوا في القناة الرجاء الاشتراك في القناة لتشجيعنا الاستمرار وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإعطاء لايك للفيديو ليصل أكبر عدد من أصدقائكم. من خلال روتيني اليومي اللي هو تفقد نباتاتي في مزرعتي على سطح المنزل، حقيقة اليوم فرحت فرح جدا كبير، وهو أنه شاهدت نبات البامية هذا. ما هو، شوف أخواني، نبات البامية هذا اللي زارعاني بهذا الأصص، واللي زارع أيضا بهذه الصناديق، يعني بعدة أماكن زارع هذا الصندوق ببامية، وهناك ذاك اللي نابي بامية. شاهدت أنه هاي ثمرة البامية. هاي شوفوا أخواني، هذه ثمرة البامية، شوفوا أخواني، وهاي أيضا مزهرة. هاي أزهار البامية الجميلة، هذه شوفوا أخواني، وهاي بجانبها أغصان البامية أو ثمار البامية. وحقيقة أنه حمل جميل جدا بيها. هاي شوفوا أحمال جدا جميلة موجودة بيها. هاي شوفوا أخواني، هذا نبات البامية اللي هو يعتبر من النباتات الصيفية، والآن إحنا تقريبا في منتصف الشتاء. هذا الشهر 11 راح يخلص، اليوم ب 23/11/22. شوفوا اخواني، وهاي الباميه ما زالت مثمره ان شاء الله. وكذلك عندي بهذا، شوف، رغم انه، شوف هذا انا زارعها بهذا الصندوق، رغم انه النبات صغير، ها شوفوا ارتفاع مو عالي، لكن هذه الثمار الموجوده. شوفوا اخواني، هاي ثمار الباميه الموجوده اللي فرحت حقيقة جدا كبيرة، لأنه أنت تفرح من تجني ما تزرع. شوفوا أخواني، هذه نبات البامية. إضافة لنبات البامية عندي هذا هنا موجود الريحان. هذا شوفوا الريحان، هذا الريحان، وطعم الريحان رائحته الزكية وطعمه اللذيذ هذا. وجنيت من عنده أكثر من مرة، يعني 4-5 مرات جنيت من عنده. شوفوا أخواني ما شاء الله الكثافة مالته، كثافة الإنتاج. شوفوا أخواني، وأنا وين زارعها بهذا الصندوق، صندوق الطماطة. شوفوا زارع هذا نبات الريحان، وزارع أكثر من مكان. هذا أيضا هنا عندنا البامية هذه. شوفوا أخوان، شوفوا هاي نبات البامية زارعها بهذا الإناء. عندنا نبات آخر جميل جدا ومفيد، وطبعا طعمه طيب ولذيذ، اللي هو نبات السلق. شوفوا أخواني، هذا نبات السلق، شوفوا ما شاء الله. هذا نبات السلق أيضا زارعان وين؟ بهذا الصندوق. شوفوا هذا نبات السلق ما شاء الله، ان شاء الله فد يومين واجني من عنده ونسوي من عنده الدولمة، عندنا بالعراق نسميها. شوفوا اخواني، هذا نبات السلق عندي هنا زارع. وهذا الصندوق الاخر ايضا هنا، شوفوا ما شاء الله شلون يعني كبير ومتعافي. شوف الثمرة مالته جدا كبيرة ومتعافية اخواني. هذا نبات السلق، وما ادراك ما نبات السلق اللي نصنع من عنده الدولمة، نسوي من عنده اكلة الدولمة. بهذا المكان الفجل، وتعرفون طعم الفجل الطيب اللذيذ. أنا زارعها إلى جانب بعض النباتات في الصندوق الخشبي، هذا الصندوق الخشب الكبير. شوفوا زارع هذه الفجل، شوفوا ما شاء الله، وجينيت من عنده أكثر من مرة، 3 مرات 4. شوفوا الأوراق مالته شلون كبيرة ومتعافية. شوفوا أخواني، وصحية. ليش؟ لأنه أستخدم بها السماد الطبيعي، إلا نادرا أستخدم السماد الكيميائي. شوفوا اخواني، هذا الفجل، هاي نبتة الفجل الجميلة زارعها أنا هنا بهذا المكان، هذا الصندوق الخشبي، وجنيت من عته أكثر من مرة. وإن شاء الله اليوم راح أجني من عته بعد ما وجبة الغداء أو العشاء. عندي بهذا الصناديق، شوفوا اخواني، هذا الصناديق عندي زارع أكثر من نبتة لشجرة الشجر العسلي نسميه عندنا بالعراق، اليقطين هذا. شوفوا اخواني، شوفوا الورقة مالته ما شاء الله كبيرة، اكبر من حجم اليد. شوفوا اخواني، هاي نبتة اليقطين او الشجر او الكوسة، شوفوا انتم شو تسمونها، كل دولة حسب. شوفوا اخواني، هذه ايضا هنا عندي زارع بهذا المكان
وزارع هنا بهذا المكان بهاي الصناديق، وعندي هنا زارع بهذا المكان ايضا. هذا شوفوا اخواني، ها شوف النبتة ما شاء الله شلون اني رافعها بهذا الخيط، رافعها للاعلى حتى تاخذ حركتها بالارتفاع، وبدت انه تزهر. هذه بدأت تزهر. شوفوا اخواني الجمال، هذه النباتات مزرعتي على سطح المنزل. عندي هنا بهذا الصندوق هذا داية الخس، وراح ابدي انقلها. شوفوا اخوان هاي بدأت تكبر، لازم انقلها الصناديق اكبر، يعني اخليها مفردة، لانه تعرفون الخس يصير كبير، فلازم يكون انقله المكان اكبر من هذا يعني اضافة لانه عندي ها شوفوا اخواني اشجار السيسبان، شوفوا ارتفاعها ما شاء الله. هذا ارتفاع يعني كأنه تحس نفسك قاعد بغابة، كل الاشجار والنباتات موجودة بيها. شوفوا اخواني هذا نبتة السيسبان ارتفاعها اكثر من 2 متر. شوفوا اخواني هاي ارتفاع السيسبان، هاي نبتة السيسبان في مزرعتي على سطح المنزل. شوفوا اخواني هاي مزرعتي على سطح المنزل، وبكل مكان انا زارع ونباتاتي. تعرفون انا ازرع نباتات موجودة وبكثرة. شوفوا اخواني كأنه انت مو بسطح، انت بمزرعة كبيرة مترامية الاطراف. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم وان يرزقكم وان يعطيكم الصحة والعافية ويسعد عوائلكم. وانا اعتذر لانه هالايام لانه حقيقة حالتي الصحية تعبانة، لذلك انه تشوفون فيديوهاتي باوقات متفرقة. وتحية طيبة لكم من قناتكم على اليوتيوب، قناة زراعة الأسطح فن وجمال ومتع، وصفحتكم على الفيسبوك صفحة زراعة الأسطح فن وجمال ومتع.